مباراة كبيرة، مباراة مهمة للفريقين. زاخو بالأحمر أبناء خطف الصدارة وتغلب على الصناعة بهدف، وأصبر طبعا من الصناعة برباعية، وهذه الخسارة. قراءة سورة الفاتحة ترحما على عمرية في أربيل. مدرب الله، صورة رائعة وصفرة الدولي مهند قاسم. سلان أربيل يلعب الكرة لجفال، حاول محمد لهلو فايق داخل منطقة الجزاء. سارة شوف جفال إلى هلو فايق ولوغندي أوكوي. كرة اللعب داخل منطقة الجزاء بعد من دفاعات أربيل. التسديدة الله، لحظ هاي التسديدة قوية. من الأردني عالية داخل منطقة الجزاء. لاحظ فرصة ثمينة على مرتين. ماكنزي جيد أربيل، خطيرة الله، خطيرة الكرة. تعادل أربيل، أخطر الآن وضاعت إلى الركن الماضية أو ربما ماكنزي. خطيرة محمد قريب والإنقاذ والخطأ. لاحظ باللقطة الماضية قريب طبعا مهند وطق الصافرة قبل التسديدة الأخيرة لجفال. هنا الاحتكاك يعني تقديرها، ولعب للزورة. انطلاق الآن الله. لاحظ الليبي مرت على أولير أبناء الخابور، كان ممكن بهدف. طبعا لقطة رائعة يتضامن شعب كردستان العراق وأهالي مدينة زاخو مع ضحايا الزلزال طبعا في تركيا وسوريا. إذا الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي في ديربي الشمال بين زاخو وأربيل. أربيل والضغط داخل منطقة الجزاء. ضاعت يتركها للأردني وخطيرة والإبعاد من ريباز. تسديدة القوية أبو بكر، تحضير ستار، يا ستار. شوف التحضير أبو بكر جبريل ياسين بعيدة. الشوط الثاني لكلا القراءة ممتازة. محاولة أهلو أربيل تمريرة الممتازة هلو فايق لمحمود، ومحمود تأخر شوي. حلوة التمريرة محمود خليل، لكن شوف يعني الخروج الموفق لمحمد صالح أغلق عليه كل شيء باللقطة الماضية. لكن الأربيل اليوم تلعب خطيرة لاحظ ستار حضرها راحت، ضاعت على أربيل. كرة تلعب وصافرة الدولي طبعا مهند قاسم ينهي ديربي الشمال بين زاخو وأربيل. حبايب تعادل سلبي ما بين الفريقين، زاخو للنقطة 18 وأربيل للنقطة 14.